ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بنسخه واتساب جمدان بمعنى الكلمه قلب اخوك، بتشغل الارقام المحظوره معدل تمام بدون ربط حساب، حاجه كده جحده بمعنى الكلمه قلب اخوك. عندك اهوت النسخه بتنزل ستوري عادي خالص بدون اي مشكله، ما فيهاش طبعا مشاكل في جهات الاتصال، ما فيهاش اي مشاكل قلب اخوك. وان شاء الله باذن الله لو جهازك ضعيف برضه هتشتغل عليه بدون اي مشكله خالص تمام. زائد يا اسطى ان شاء الله باذن الله مش هتطلب منك تحديث، حاجه كده جحده بمعنى الكلمه قلب اخوك بخاصيه البلس كامله، مفيش ميزه اسمها ناقصها. وممكن تغير الالوان زي ما حضرتك شايف كده لاي لون طبعا انت عايزه. النسخه دي قلب اخوك جمدان بمعنى الكلمه، فيا ريت تقدر اخوك باللايك بتاعك الجميل، ويلا بينا على الشهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهارده جاي لكم بنسخه واتساب ايفون للاندرويد، حرفيا جمدان بمعنى الكلمه يا اسطى تمام. زي ما انت شفت كده في مقدمه الفيديو، النسخه دي يا اسطى لو انت رقمك محظور معدل ان شاء الله باذن الله هتشتغل على رقمك بدون اي مشكله خالص، وهعرفك الطريقه في الفيديو بتاع النهارده. بالنسبه لقصه ربط الحساب تمام، فهو قصه ربط الحساب دي النسخه دي هتشتغل بدون ربط حساب، بس مش مع جميع الاجهزه تمام كده، مع بعض الاجهزه تمام يا اخويا تمام قوي. طبعا يا اسطى النسخه دي حرفيا جمدان بمعنى الكلمه، وفيها مميزات كتير جدا، يعني حرفيا كل حاجه في النسخه دي انت بتتحكم فيها بزراير. ازاي الكلام ده؟ هعرفك الكلام ده ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاع النهارده تمام. طبعا يا اسطى النسخه بتاعت النهارده فهي باسورد، والباسورد مكون من 4 ارقام، هقوله رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو. الناس اللي بتقول انا ما سمعتش الباسورد يا اسطى، انا اكيد طبعا بقول لك الباسورد في الفيديو تمام. انا مش هعمل لك النسخه باسورد ومش هقول لك الباسورد، دي حاجه ما تقالش اصلا تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه قلب اخوك، النسخه دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في قناه التليجرام، وقناه التليجرام هسيبها لك تحت في الوصف تمام. هتخش طبعا تفتح الوصف هتلاقي قناه التليجرام، هتخش قناه التليجرام تمام كده. بعد كده قلب اخوك هتلاقي النسخه في وشك على طول اول ما تخش قناه التليجرام تمام تمام قوي. طبعا يا اسطى نخش كده على النسخه على طول علشان ما نطولش على بعض. حرفيا يا اسطى النسخه بتاعت النهارده اقسم بالله فعلا اكتساح مجالك، حاجه كده جمدان بمعنى الكلمه. بالنسبه للون ده انت ممكن تتحكم في كل حاجه في النسخه دي بزراير، هعرفك ازاي في الفيديو بتاع النهارده تمام. فيا اسطى يا ريت تثبت نفسك باللايك بتاعك الجميل، اللايك ده هو اللي بيساعد في انتشار الفيديو اقسم بالله تمام تمام قوي. عندك قلب اخوك الدردشه، المسجات، المكالمات، الاعدادات، طبعا زي ما انت شايف كده بالشكل الجمدان ده. عايز تغير الخلفيه دي، عايز تغير الكلام ده كله، هعرفك ازاي في الفيديو بتاع النهارده، ما تقلقش خالص قلب اخوك تمام. لو جيت مثلا كده عشان نشوف شكل الشات، ده شكل الشات يا قلب اخوك، حاجه كده جمدان بمعنى الكلمه. ودي خلفيه على فكره انا حاططها تمام كده. لو عايز الخلفيه دي يا ريت تقول لي في الكومنتات، وانا يا اسطى هحطها لك في الوصف بتاع الفيديو او في قناه التليجرام تمام تمام قوي. حرفيا يا اسطى جمدان بمعنى الكلمه. عندك لو دوست كده على ال3 نقط بعد كده الاعدادات بتاعت النسخه اهوت تمام. هنا طبعا الحساب، الخصوصيه، الدردشه، هنا طبعا الاشعارات، التخزين والبيانات، لغه التطبيق، المساعده اللي هو الابوت بتاع النسخه زي ما انت شايف كده جمدان، طبعا اخر تحديث وكده تمام. يعني ما تقلقش يا اسطى ان شاء الله باذن الله النسخه دي مش هتطلب منك تحديث تمام. وعندك هنا يا اسطى لو خدت بالك هنا طبعا الرسائل اللي غير مقروءه، وعندك هنا جهه الاتصال اهوت ماشي. وعندك هنا يا اسطى اللي هو المجموعات لو انت عايز المجموعات لوحدها، وهنا طبعا جهه الاتصال بتاعتك، وعندك هنا الكل طبعا لو عايزه يظهر. فحرفيا مميزات جمدان بمعنى الكلمه، واحنا لسه اصلا ما عملناش حاجه تمام. عندك هنا النسخه اهوت يا اسطى بتظهر جهات الاتصال كلها اهوت بدون اي مشاكل خالص تمام. وعندك هنا اللي هو الحالات اهوت، النسخه بتنزل برضو ستوري بدون اي مشكله برضو قلب اخوك، ما فيهاش اي مشاكل حرفيا النسخه دي اقسم بالله تمام. عندك لو دوست على ال3 نقط علشان طبعا تخش على الاعدادات وكده، او ما تدوس على ال3 نقط خالص. عندك لو ضغطت هنا خد بالك معايا الاعدادات اهوت عشان تدخلك طبعا على جميع الاعدادات بتاعه النسخه وكده تمام. زي ما انت شايف كده قلب اخوك عندك هنا اللي هو النمط الليلي تمام، لو انت عايز تلغيه خالص وتخلي النسخه بالوضع الفاتح فبتعمل كده قلب اخوك. زي ما انت شايف كده النسخه اقسم بالله يعني حرفيا جمدان بمعنى الكلمه في كل اشكالها بمعنى الكلمه قلب اخوك تمام. عندك كده هندوس على ال3 نقط بعد كده الاعدادات قلب اخوك زي ما انت شايف كده قصدي اهوت يا اسطى. بص النسخه بتغير كل الالوان اهوت لجميع الالوان طبعا اللي انت عايزها تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه قلب اخوك عندك هنا طبعا اللي هو الاعدادات بتاعه النسخه اهوت، دي طبعا بتخش عليها من هنا عادي خالص بدون اي مشكله. عندك هنا الخصوصيه طبعا يا اسطى، ده الامان لو انت عايز تقفل النسخه بباسورد او بنمط مثلا او بكلمه مرور او اي حاجه من دي، شوف انت عايز ايه. وعندك هنا طبعا خصوصيه الحاله قلب اخوك زي ما انت شايف كده، لو انت مثلا عايز جهات الاتصال بتاعتك بس اللي تشوف الحاله، ولو عايز مثلا جهات الاتصال بالاستثناء اللي هو تختارهم بالعدد كده اللي يشوفوا حالاتك والكلام ده كله تمام
تمام قوي. وعندك هنا قلب اخوك اللي هو تجميد اخر مره اخفاء، اللي هو اخفاء الانترنت والكلام ده كله. عندك هنا اخفاء علامه المعاد توجيهها طبعا، وعندك هنا اخفاء الحاله المرئيه، وهنا طبعا منع حذف الرسائل ومنع حذف الحالات، الكلام ده كله قلب اخوك. دي طبعا الخصوصيه اللي احنا متعودين عليها. وعندك هنا جهات الاتصال، طبعا انت بتتحكم في كل حاجه يا اسطى هنا بزراير حرفيا. تمام. عندك هنا اخفاء العلامات الزرقاء، وعندك هنا اظهار العلامات الزرقاء بعد الاستجابه على طول، وعندك هنا اخفاء الميكروفون الازرق، وعندك هنا قلب اخوك اللي هو اخفاء الكتابه والتسجيل. شوف انت عايز تخفي ايه وتظهر ايه يا اسطى، حاجه كده بخيالك. تمام. وعندك هنا المجموعات نفس القصه برضو، وعندك هنا يا اسطى اللي هو عمليات البث برضو نفس القصه قلب اخوك زي ما انت شايف كده، جمدان بمعنى الكلمه. وخد اول رقمين في الباسورد قلب اخوك 11. تمام. ولو طلعت كده قلب اخوك عشان نكمل مميزات النسخه دي اقسم بالله جمدان. عندك هنا الوسائط اللي هو الجوده بقى بتاعه الصور والفيديوهات الكلام ده كله. عندك هنا ارسال الصور بدقه كامله. تمام. وعندك هنا ارسال مقاطع الفيديو اكبر من 16 ميجا بايت، وعندك هنا ارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا بايت، جمدان بمعنى الكلمه. وطبعا يا اسطى عندك هنا الاشعارات بتاعه النسخه زي ما انت شايف كده، اشعار طبعا الاتصال عبر الانترنت، الكلام ده كله. تمام. وطبعا يا اسطى عندك هنا الخط المخصص بتاع النسخه، طبعا لو انت عايز تفعله، طبعا لو عايز تختار اي خط انت تتخيله كده في دماغك، الخطوط كلها اهوت يا اسطى زي ما انت شايف كده. وعندك هنا سعه التخزين طبعا بتاعه النسخه وكده. طبعا بتضغط تجاهل كده، او مثلا شوف انت عايز تختار انه خط واختاره بدون اي مشكله. تمام. وعندك هنا يا اسطى اللي هو الشاشه الرئيسيه زي ما انت شايف كده. عندك هنا طبعا الواجهه الرئيسيه بتاعت النسخه، طبعا بتختار اي واجهه انت عايزها من الواجهات اللي ظهرت قدامك دي. نختار مثلا الواجهه دي ونشوفها كده مع بعض. وعندك هنا طبعا ده اصلا انت كده بتتحكم في الاضاءه نفسها زي ما انت شايف كده، دي بتتحكم في الاضاءه بتاعت الشاشه نفسها. تمام. وعندك هنا يا اسطى اللي هو الصندوق الاول، طبعا يا اسطى هنختار بقى كده ونشوف الدنيا دي هتمشي ازاي. طبعا زي ما انت شايف كده يا اسطى، وبتختار بقى اللي هو الكثافه نفسها زي ما انت شايف كده، وبتضغط مثلا موافق. وهعرفك ازاي دلوقتي اللي هو الالوان بمعنى اصح اللي هي دي قلب اخوك كده. تمام. وعندك هنا اللي هو نمط الخط نفسه زي ما انت شايف كده برضه قلب اخوك، بتختار برضه زي ما انت شايف كده. وعندك هنا اللون الخلفيه نفسها، طبعا نختار مثلا ده زي ما انت شايف كده، ونختار برضو اللون ده. تمام. ونضغط مثلا كده موافق. تمام كده. تمام قوي. هعرفك ازاي الكلام ده كله. عندك هنا طبعا اللي هو الخلفيات العدد الرسائل نفسه، وعندك هنا نص العدد، وعندك هنا مؤشر الاتصال عبر الانترنت. حرفيا يا اسطى النسخه دي اقسم بالله فيها مميزات جمدان بمعنى الكلمه. وهنا طبعا اللي هو راس واجهه المستخدم، تمام، اللي هو رمز الكاميرا، وعندك هنا اخفاء رمز الوضع المخفي، وعندك هنا اخفاء رمز وضع الطائره. تمام. جمدان يا اسطى اقسم بالله. وعندك هنا طبعا يا اسطى اللي هو نمط بتاع الخط. تمام. زي ما انت شايف كده. وعندك هنا علامات التبويب اللي هو بتاعه التنقل والكلام من ده، نختار مثلا ده. وعندك هنا مثلا اللي هو يا اسطى لون علامه التبويب زي ما انت شايف كده، لو انت عايز تختار لونها لاي لون انت عايزه طبعا. تمام. وعندك هنا يا اسطى اللي هو التمرير بين علامات التبويب، وعندك هنا تثبيت اكتر من 3 شتات، وعندك هنا مرشح الدردشه، وعندك هنا اخفاء الدردشه المؤرشفه. تمام. وطبعا دي مميزات كلنا عارفينها قلب اخوك. وطبعا في مميزات جديده زي ما انت شايف كده، زي ما قلت لك يا قلب اخوك كل حاجه في النسخه دي انت بتتحكم فيها بزراير. تمام. زي ما انت شايف كده الوضع اللي هو اتغير تحت ده، وطبعا الخلفيه بتاعت النسخه اتغيرت زي ما انت شايف كده. بص يا اسطى جمدان اقسم بالله حرفيا. تمام. طبعا نخش كده عشان نكمل المميزات بتاعه النسخه بدون اي مشكله خالص. طبعا زي ما انت شايف كده جمدان اقسم بالله قلب اخوك. عندك هنا وصلنا لايه؟ وصلنا للشاشه الرئيسيه. عندك هنا شاشه المحادثه طبعا زي ما انت شايف كده، اللي هو النمط يا اسطى بتاع التحديد نفسه، لو انت عايز تغيره بتغيره بدون اي مشكله. تمام. وهنا طبعا يا اسطى مؤشر المسؤول، وعندك هنا ازاله قراءه المزيد طبعا زي ما انت شايف كده يا اسطى جمدان اقسم بالله. عندك هنا اللي هو زياده حد تحويل اعاده التوجيه قصدي لاكتر من 5 شتات. تمام. ل 250 شخص بمعنى اصح يعني. وعندك هنا مكافحه الرسائل الذاتيه. بص يا اسطى النسخه دي اقسم بالله يعني حرفيا عباره عن زراير بس وتحكمات في النسخه بزراير جمدان اقسم بالله. تمام. وهنا بتتحكم بقى في النسخه زي ما انت شايف كده، الوان النسخه كلها بتتغير زي ما انت شايف كده قلب اخوك. لو جربتها مثلا كده، لو جربت النسخه كده في الوضع الداكن برضو باللون الاحمر جمدان اقسم بالله. تمام. لو غيرت اللون كده اللي هو الوضع قصدي الداكن. تمام. شوف يا اسطى النسخه جمدان اقسم بالله. انت كل حاجه من دي بقى قلب اخوك انت بتغيرها كده بزراير. شوف عيش مع حالك في النسخه دي حرفيا جمدان بمعنى الكلمه.
طبعا يا اسطى احنا كده خلصنا الشرح بتاع النسخه، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبك. تمام، عايز تشغل النسخه دي بقى قلب اخوك، هعرفك ازاي هتشغلها. طبعا تحت لينك القناه التليجرام اللي انت هتلاقي فيها النسخه دي، هتلاقي فيديو تفصيلي عن ازاي هتشغل النسخه دي بربط حساب. هو عامه النسخه هتشتغل معاك بربط حساب، تمام. لو ما اشتغلتش بدون ربط حساب هتشتغل معاك بربط حساب، تمام كده. لو انت ما تعرفش لسه يعني ايه ربط حساب، هتعرف يا اسطى بعد ما تتفرج على الفيديو ده، وهتشغل النسخه دي عندك بدون اي مشكله. اقسم بالله النسخه دي شغاله على رقم محظور معدل، تمام كده. تمام قوي. طبعا يا اسطى زي ما قلت لك كده، هتلاقي الفيديو تحت لينك قناه التليجرام على طول اللي انت هتلاقي فيها النسخه دي، تمام. بس كده قلب اخوك، الشرح بتاع النهارده يكون خلص، ويا رب الشرح يكون عجبك والنسخه تكون عجبتك، تمام. واخر رقمين في الباسورد 00، تمام. لو انت ما سمعتش اول رقمين فارجع واسمعهم علشان تفتح النسخه عندك بدون اي مشكله خالص، تمام. تمام قوي. بس كده قلب اخوك، انتظروا الفيديو الجاي جمدان بمعنى الكلمه، الا وهو طريقة فك حظر الانتهاك المشدد والسياسي. وان شاء الله باذن الله اي رقم محظور عندك هيتفك بعد الفيديو اللي هينزل بكره تقريبا او بعد بكره بكتير خالص، تمام. بس كده اشوفك على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.